هذاك اليوم كان اكو واحد ملثم دا يفتر بسوق الشيوخ، وما حد يعرف هذا منو ومين جاي وش دا يسوي هنا. وبذاك النهار صدفة كان أبو نعال راجع من المظاهرات وكان يلحقه هذا الملثم. اعتدى على أبو نعال وانهزم بطريقة جبانة، وتعرض الزعيم أبو نعال إلى كسور بليغة بسبب هذا الاعتداء، ونقلوه قبل المستشفى. وبعد فترة بإحدى مستشفيات الناصرية أبو نعال دا يتلقى العلاج. أبو نعال صدوق كذب ما صار شي؟ إن شاء الله تقوم بالسلامة وماكو شي، ترى شغلة بسيطة كلش. لا جبار، ما أتصور أنا راح أقدر أقوم. أبو نعال صدوق كذب، أنت داست عليك دبابة بالحرب وما صار بيك شي، هسه من ورا شغلة صغيرة تقول راح أتكسر وبعد ما أقدر أقوم؟ شنو الحكي؟ أنت بس لو تقول لي منو اللي ضربك. ما حد ضربني، أنا وقعت. أبو نعال شلون ما حد ضربك؟ أكو أثر ما الضربة؟ دا أقول لك ما حد ضربني، أنا هيك وقعت. أبو نعال أدري أنت تخاف لا تصير فتنة، بس حتى نقدر نسوي تحقيق. يجوز واحد من الحكومة، يجوز بعثي، يجوز سني شيعي شي صبي شي مدرينا، غير نسوي تحقيق. جبار اسمعني كله زين، أنا خلصت قرصتي ولازم أروح بعد. أبو نعال شنو هالحكي؟ شنو دا تاكل تشريب؟ اسكت بلا هالحكاية بلا هالسوالف هذه. جبار اسمعني كل زين، رحمة لأبوك، راح أقول لك على شي. تروح لبيتي اكو جوة شرباية شريط كاسيت بي وصيتي، وعندي كم حكاية أريد أنك توصلها للشعب. خوفتني يا ابو نعال، خلاص قول أمانة وراح أوصلها مثل ما تريد. ما تقصر يا جبار، قل للشعب العراقي إن أنا ابن نعال، قل له أريد أنكم تبروني الذمة. كل واحد حكيتن عليه سبيتن، ترى كلها كانت لمصلحتكم. كنا راح نموت وما ماخذين شي ويانا، لا فلوس ولا كراسي. واريد منكم شي واحد، تحبون بلدكم واهلكم ولا تشتلون اخوانكم. واريد ان كل واحد بيكم هو يكون قائد ومسؤول، ولا تسكتون عن الظلم والفساد. ترى السرطان اذا ما تشيلنه يظل ينتشر بالجسم، وانا اريد ان يظل عندكم امل. ترى الحياة بلا امل ما تسوى شيء. وعلموا محبة العراق لاولادكم واحفادكم، وكل واحد منكم كل فرد مهم. ولا تنتظرون المسؤول يجي ينظف شوارعكم، انتم نظفوها. ولا تنتظرون المسؤول يجي يسوي لكم شيء. انتم طوروا روحكم وطوروا بلدكم وما لكم دخل بأحد. ولا تخلون الدين يدخل بالسياسة، ولا تميزون البشر هذا من هذا فلان طائفة وهذا من فلان حزب. خليكم على وحدتكم، خليكم قولوا أن هذا عراقي، لا تفرقون. وأنا بالنسبة لي سويت أبو نعال على كيف؟ سويت اللي علي. أبو نعال تسمعني؟ ولازم أبو نعال دكتور دكتور تعال دكتور تعال. أبو نعال أبو نعال. وفارق أبو نعال الحياة وانتقل إلى رحمة الله. وكان لاستشهاده أثر كبير على نفوس العراقيين والعالم، لأنه كان أبو نعال رمز وطني محب للسلام ومحب لبلده وشعبه. وبهذا الزمن صعب تلقى هيك واحد، وتناقلت الفضائيات الخبر. أبو نعال بطل السخرية الإلكترونية من السياسيين يموت في ظروف غامضة. مات قبل أيام أبو نعال، الظاهرة الساخرة التي استهدفت الحكومات العراقية المتتالية. موته حدث بشكل غامض والشرطة ما زالت تحقق في الحادث. أبو نعال البسيط الخارج من العدم،
أصبح بسخريته اللاذعة أشهر عراقي على موقع التواصل الاجتماعي.